الملك محمد السادس يتدخل بعجالة بخصوص زلزال تركيا ويوجه رسالة مؤثرة للرئيس أردوغان. وفي التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية تركيا فخامة السيد رجب طيب أردوغان، وذلك على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق جنوب شرق بلاده. وجاء في برقية جلالة الملك محمد السادس: لقد تلقيت بعميق التأثر وبالغ الأسى نبأ الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق جنوب شرق بلدكم الشقيق، مخلفا العديد من الضحايا والمصابين وخسائر مادية جسيمة. وأضاف جلالته قائلا أنه بهذه المناسبة الأليمة أعرب لفخامتكم باسمي وباسم الشعب المغربي عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، راجيا منكم أن تنوبوا عنا في إبلاغ الأسر المكلومة مشاعر تعاطفنا وتضامننا معهم إزاء هذه الكارثة الطبيعية. ومما جاء في هذه البرقية أيضا: وإذ أشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإني أؤكد لكم تضامن المملكة المغربية الفاعل ووقوفها إلى جانب الشعب التركي الشقيق في هذا الظرف العصيب. كما أسأل الله العلي القدير أن يلهمكم وإياهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ بلدكم وشعبكم الشقيق من كل مكروه. نشكركم على حسن المتابعة.